بعد موت كليوباترا او انتحارها ايه بقى كان مصير الابناء؟ هي كان عندها 4 ابناء، سيزاريون، وكان عندها 3 اللي خلفتهم من مارك أنطوان. ال3 دول كانت بنت اسمها سيلينا كليوباترا، وولد اسمه ألكسندر، وولد كمان اسمه بطليموس فيلادلفيوس، او بيقولوا عليه ساعات بطليموس ال15. بطليموس فيلادلفيوس ما عاش كتير، مات. سيزاريون هرب لانه طبعا كان عارف هو وريث سيزر، يعني ممكن جدا اوكتافيوس يقتله، اكيد كان هيقتله، وهو غالبا قتله لان هو هرب واختفى وما نعرفش حياته انتهت ازاي، ربما يكون مات قتيلا او غير ذلك. يفضل الكسندر ويفضل سيلينا. اللي كان اوكتافيوس عايز يعمله مع كليوباترا ان هو ياخدها ويمشيها في موكب النصر بتاعه في روما ويذلها، هو عمله مع الولد والبنت، عمله مع سيلينا كليوباترا وعمله مع الكسندر. اخدهم ومشي بيهم في موكب الانتصار في شوارع روما، لف بيهم شوارع روما مكبلين بالاغلال، وامامهم تمثال لامهم كليوباترا وهي ماسكه حيه او ماسكه الكبرى في ايدها، في اشاره الى انها انتحرت. بعد فتره اوكتافيوس عهد لاخته اوكتافيا بتربيه الكسندر وسيلينا اللي كانوا لسه اطفال، ما ننساش دي مرات ابوهم. هي خدتهم وربتهم واكرمتهم وعاشوا عادي جدا معاها. وفي ذلك الوقت كان في امير موريتاني اسمه جوبا. هذا الامير كان وقع في الاسر، هو ايضا كان موجود زي سيلينا والكسندر، دول اسرى من مصر وده كان اسير من موريتانيا. في وقت من الاوقات لما كبر جوبا وكبرت سيلينا، اوكتافيا واوكتافيوس قرروا ان هم يجوزوهم لبعض، وفعلا جوزوهم لبعض. وقرر اوكتافيوس ان هو يبعت جوبا لبلده الاصليه لموريتانيا علشان يرجع يسترد عرشه ويحكمها تحت مظله الامبراطوريه الرومانيه ايضا. وفعلا رجع جوبا ومعاه زوجته سيلينا اللي هي بنت كليوباترا، واصبحت سيلينا ملكه على موريتانيا زي ما كانت امها ملكه على مصر. كليوباترا طبعا ملكة غنية عن التعريف، ومعروف انها مصرية من اصل مقدوني. انا عايز اتكلم بقى عن الاكاذيب اللي بتحصل دلوقتي واللي وراها حركة الافروسنتريك. الافروسنتريك بالتواطؤ مع منصة شهيرة جدا بتنتج افلام ومسلسلات، عملوا مسلسل بيحكي قصة حياة كليوباترا بطولة ممثلة سمراء سوداء تماما من اصل افريقي. هم عاوزين من خلال ذلك يوهموا العالم ان الحضارة المصرية هي بتاعتهم، وان كليوباترا كانت امرأة سوداء، وده مش صحيح على الاطلاق. يشهد بذلك كل النقوش وكل التماثيل اللي وجدناها على جدران المعابد او اللي وجدناها في المناطق الاثرية المصرية، ويشهد بذلك كل اللي كتبوه المؤرخين مصريين قدماء ويونانيين، وكل المؤرخين والشعراء وغيرهم. كل الناس عارفة بما لا يدع مجال للشك ان هي كانت بيضاء وكانت مصرية من اصل مقدوني. طب ازاي تبقى يونانية وبتحكم مصر وهي سوداء ومن اصل افريقي؟ دي حاجة طبعا مش منطقية. وبعدين في اعمال فنية كتير قوي حكت قصة حياة كليوباترا ولعبت ادوار البطولة فيها ممثلات شهيرات جدا وعالميات، اذكر منهم مونيكا بيلوتشي، اليزابيث تايلور. ليه احنا دلوقتي نيجي بقى نجيب ممثلة سمراء الا اذا كنا عايزين نكذب على الناس ونوهمهم ان كليوباترا كانت افريقية سوداء؟ ده غير حقيقي بالمرة. لما هذه المنصة الشهيرة تعرضت للنقد بسبب الكذب اللي هم تعمدوه، في منتجين بقى بعد كده جاء قال لك هنعمل فيلم عن كليوباترا بطولة ممثلة بيضاء ولكنها إسرائيلية. طب ليه؟ ما مصر أحق بكليوباترا. كليوباترا ملكة مصرية وده بلا منازع ومفيش أي خلاف عليه، وعندنا 50 ممثلة كبيرة جدا وشهيرة جدا في مصر ممكن تقوم بهذا الدور. أنا عايز الناس تفتكر 3 حقائق تاريخية من هذا الفيديو، و3 حقائق مهمة جدا. الحقيقة الأولى، كليوباترا ملكة مصرية بيضاء من أصل مقدوني يوناني، ده نمرة 1.
نمرة 2 كليوباترا جميلة ولكنها ليست بارعة الجمال، هي كانت مثقفة جدا وده أهم بكتير من جمال الشكل. ثالث حاجة كليوباترا تسببت في انهيار الإمبراطورية المصرية البطلمية ووقوع مصر تحت الاحتلال الروماني.